ايه رأيك في بطاطس تكون مقرمشة من بره وطرية وكريمية كده من جوه؟ اهي دي بقى كروكات اللي اصلها في الاساس فرنسي. الكلمة نفسها جاية من فعل فرنساوي اسمه كروكير، يعني قرمش، واول مرة اتوثقت كانت سنة 1691. يعني تخيل، دي عمرها اكبر من عمر ناس كتير، واتوثقت في كتاب طبخ فرنسي مشهور قوي. لكن اللي خلاها طبق مشهور بجد كان الشيف الفرنسي ماري أنطوان، ده في القرن 19 يعني من قريب. لكن اللي قدمها بقى بشكل فاخر في أسطول الملوك والأمراء. ومن فرنسا بقى الكروكات ابتدت تسافر في أسبانيا، مثلا عندك يحشوها إيه، كريمة وجمبري. لكن في هولندا وبلجيكا ركزوا على الكروكات باللحمة، أهي دي احنا نعرفها. أما اليابان وصلت لهم في القرن 19 عن طريق الهولنديين، ومن ساعتها عملوا نسختهم الخاصة اللي سموها كوروكي. يعني حتة البطاطس المقلية الصغيرة دي لفت العالم كله، وكل بلد ضاف لها لمسته. قولوا لي بقى انتوا في الكومنتات، بتحبوا الكروكيت سادة ولا بالجبنة ولا باللحمة؟ واعملوا لي لايك وسبسكرايب.